السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير جدا، بقالنا ممكن اسبوع او اكتر مصورناش، ما نعرفش حاجة عن بعض. بس النهاردة انا جاية اقول للي كانوا دور تاني الف 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 مليون مبروك. ما تزعلش ان انت كنت دور تاني، ما تزعلش من اي حاجة. جاية اقولك النهاردة انت هتعمل ايه، هتكتب رغباتك امتى، هتعمل التنسيق بتاعك على انه تنسيق مرحلة اولى ولا تانية ولا ليك تنسيق مختلف. كل ده هنتكلم عنه النهارده في فيديو النهارده. بس قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تنزل تحت تكتب كومنت لطيف شبهك علشان تفيد بيه الدفعه الجايه ان شاء الله. يلا نبدا ونشوف احنا هنعمل ايه. انت كنت دور تاني، وطبعا كان في ناس كتيرة داخلة في وطنية وحاجات مالية متضافش المجموع والجو ده. هل انا همشي يا سلمى على تنسيق الدور الاول ولا تنسيق الدور التاني ولا ايه بالظبط؟ انا كان وصلني مسج من حد معين ان هو جايب 89%، وكان تقريبا مش جايب او داخل دور تاني في تربية دينية او تربية وطنية حاجة شبه كده. فالتنسيق بتاعك هيكون على المرحلة بتاعتك عادي جدا. انا كنت جايبة 88%، فانتي مرحلة اولى وهتمشي على كده. انا كنت جايبة 75%، فانتي مرحلة تانية وهتمشي على كده. لا، ده انا كنت جايبة 51% لحد 57% او لحد 60%، فانتي هتمشي على كده. علم وادبي، ايوه علمي وادبي وكله هينطبق عليه. طب تمام، نيجي للنقطة التانية. ناس كتيرة قالت لي لا ده انا سمعت ان احنا بيكون لنا تنسيق مختلف، وقالوا لي ان انا طالما كنت جايب داخلة دور تاني فانا مش هدخل حسب تنسيق الدور الاول ولا اي حاجة. لا، هتدخل الدور الاول عادي جدا، لان مفيش حاجة اسمها تنسيق جديد للدور التاني. حتى الناس اللي كانت بتمتحن في السودان برا مصر هتمشي عادي على التنسيق اللي كان موجود. طيب هل ده هيزود مثلا او هيعلي عليكوا، او لو انا كنت اسمع او كل ده؟ مش اي حاجة من الكلام ده. انت هتدخل كليتك معزز مكرم، ولا حد هيقولك انت كنت دور تاني، ولا حد هيقولك انت كنت دور اول. طب نيجي لنقطة، هبدأ اسجل رغبات امتى؟ هتبدأ تسجل الرغبات بتاعتك الفترة الجاية بإذن الله، وأول ما يقولوا التاريخ أنا هقول لكم، بس خلال يومين أو 3 بالظبط الرغبات بتاعتكم هتبدأ تتفتح عادي جدا. نيجي للنقطة اللي هو أول ما أنا اتكلمت مثلا عن الرغبات جت في بالك على طول، أو جت في بالك على طول وانتي محتاجة تعرفي معلومات عنها. هل القدرات هتفتح تاني؟ هل أنا لو قدامي فرصة حلوة إن القدرات عليها الدور، أو إن أنا أعمل قدرات للكلية دي علشان أدخلها هفتحها؟ هي اتفتحت قبل كده تقريبا السنة اللي فاتت، اتفتحت بعد الدور التاني عادي جدا. يعني في نسبة أو في على الأقل حاجة في المية. انا سألت لكم، والمصدر اللي انا بسأله دايما بجيب لكم منه كل الاخبار قال لي بنسبة حاجة و60% القدرات هتتفتح الفترة الجاية. يعني انا لو كنت عايزة اعمل قدرات لتربية رياضية، هل انا في فرصة ان انا ادخل؟ ايوه، بس وقتها هيكونوا محددين كليات معينة. زي ايه؟ يعني مثلا انتي من المنصورة، لان انا من المنصورة، انتي من المنصورة والكلية بتاعتك في طنطا، او العكس انتي من طنطا والكلية اللي هتجيلك. هل كل الكليات القدرات بتاعتها هتفتح؟ لا، مش كله. الكليات الكثافة بتاعتها زيادة شوية مش هتفتح. الكليات اللي لسه فيها اماكن او تسمح ان هي تاخد عدد اكبر، دي القدرات بتاعتها هتفتح ان شاء الله الفترة الجاية. طب انا اعمل ايه مثلا لو انا الكلية بتاعتي جاتلي في طنطا، وانا عملت القدرات في طنطا، وانا مثلا من المنوفية او انا من القاهرة، يعني انا من مكان بعيد؟ اعمل ايه وانا مش عايزة ابعد؟ هقولك على حاجة حلوة. انت بقى لو الجو او انتي مش عايزة تنزلي سكن، او ان انتي مش حابة ده اصلا، تعالي على نفسك شوية واحضري اول سنة في الكلية البعيدة دي. هتقولي لي يعني انا بعد كده هقدر ان انا ما احضرش فيها؟ ايوه هتقدري خالص، لان انت هتحضري سنه واحده بس في الكليه دي، وبعد كده تاني سنه هتنقلي. طب هنقل عادي؟ ايوه هتنقلي عادي. هتقولي مثلا ان انت عايزه تحولي الكليه اللي جنبك، وقتها انت هتكوني ضمنتي ان انت اخدتي سنه اولى في الكليه دي، اصل وقتها مش هيستبعدوكي بقى ويدخلوا حد بدالك. لا، ده انت هتاخدي ورقك وهتروحي الكليه بتاعتك وهتقدميها وهتتقبلي. طب هل ده حل حلو؟ مش شرط التربيه الرياضيه بس، لا، اي كليه بقى بعيده او جات لكم بعيده، او ان انتوا عملتوا فيها قدرات،
القدرات لما تفتح هتبقى فرصة ليك انت ان انت تقدر تدخل كلية، بدل مثلا ما كان هيجيلك معهد، لان في كليات زي تربية نوعية وتربية رياضية قالوا ان هو الاولوية للي عامل قدرات. يعني قالوا ان هم ممكن ياخدوا من 50% 51%، بس الأولوية للي عامل قدرات. يعني انت لو عامل قدرات فالأولوية هتكون ليك. ففكرة ان هي تفتح تاني دي فرصة حلوة جدا ليك، ما تضيعهاش، استغلها. طب نيجي لتالت بوينت، او نستنى بس تاني بوينت اللي احنا كنا بنتكلم فيه على الرغبات. هتكتب الرغبات بتاعتك ازاي؟ اكتب الرغبات بتاعتك كليات وبعد كده معاها. ليه؟ لان قلنا القدرات ممكن تفتح، فالقدرات لو فتحت لكلية انت ما كنتش كاتبها في الرغبات في الاول مش هتقدر تجيبها. طب الناس اللي كانت عايزة تحول تكتب رغبات تاني، ما ينفعش تكتب رغبات تاني، التحويل هيكون من إدارة الجامعة ذات نفسها. هبقى اقول لكم كل التفاصيل، بس استنوا بس لما المرحلة الثالثة تنزل والناس كلها تعرف جامعاتها هقولك هتحول ازاي من إدارة الجامعة. كده خلاص يعتبر كل حاجة خاصة بالدور التاني وكل حاجة خاصة بالناس اللي ما قدرتش تلحق كليات. والناس اللي عايزة في نقطة معينة بس هتكلم فيها معاكم، كان في ناس قالت لي ان هم عايزين يدخلوا دكاترة تغذية بس مش متوفر معاهم مثلا كلية زراعة قسم تغذية ولا الجو ده. هقولك حاجة حلوة وبكل بساطة ممكن تعملها. انت ممكن تدخل اي كلية، سواء اقتصاد منزلي او تربية لغة عربية او اداب لغة عربية، وهتاخد حاجة اسمها دبلوم التغذية. بعد ما تخلص هي 6 شهور بس تبقى دكتور تغذية عادي جدا، هو اخصائي تغذية عادي جدا زيك زي اللي كنت في زراعة. وهتبقى سهلة ليك وعادي، وهتقدر تاخد الهواية وهتبقى دكتور تغذية عادي جدا. ودي نقطة حلوة جدا وسهلة ان انت تقدر تعملها، وفلوسها حلوة وشغلها بره حلو جدا 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 جدا. كده خلاص يعتبر كل حاجة خلصت بقى المرة التانية. بس قبل اي حاجة يلا انزل بسرعة تحت كده اكتب كومنت حلو، ما تنساش اللايك اللي انتوا بتنسوه كل مرة. ويلا بسرعة روح اعمل لاصحابك شير وعرفهم بكل التفاصيل دي، وقول له ما تزعلش يا صاحبي احنا لقينا كليات حلوة. سوري، ودبلومة التغذية دي مش شرط مرحلة مش شرط مرحلة تانية ولا تالتة ولا دور تاني. اي حد محتاجها واي حد عايزها يقدم فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.